السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم متخصص في علم الآثار المصرية أحمد عبد الحميد. أهلا وسهلا بكم على قناة هيستوريا ولقاء جديد والحديث عن الحضارة المصرية القديمة والتاريخ المصري القديم. النهاردة هنتكلم عن موضوع جميل جدا وموضوع إن شاء الله ينال إعجابكم، وهو الحرب ما بين المصري القديم والطبيعة. الحرب ما بين المصري القديم والطبيعة اتكلم عنه أرنولد توينبي، وده عالم وباحث في علم الآثار المصرية والتاريخ. العالم ده وضح الحرب اللي حصلت ما بين المصري القديم والطبيعة في قانون حاجة اسمها قانون التحدي والاستجابة. أرنولد توينبي قال إيه؟ وشرح اللي حصل بالنص واللي كان لازم يعمله المصري القديم عشان يخرج من بوتقة سيطرة الطبيعة عليه. الإنسان زمان كان دايما الطبيعة مسيطرة عليه، وكانت هي اللي بتحدد إقامته وبتحدد رزقه وبتحدد حياته. بل إن الإنسان كان زمان بيعيش على التلال وعلى الهضاب وعلى الجبال، وكان بيدور على أي مكان فيه خضرة، وبيعيش على ثمار النباتات، يا إما من الناحية التانية بيعتمد على الصيد، وساعات بيصطاد حيوانات مفترسة بدل ما هو يكون الصياد بيصبح هو الفريسة. فكان الإنسان تحت رحمة الطبيعة. ده غير إن الإنسان كان بيتعرض لأهوال الطبيعة من برق ورعد وبراكين وأمطار وسيول وغرق. فكل ده كان بيعيشه المصري القديم، وممكن يقع في من على المنحدرات. طيب، أنا دلوقتي في فترة عشت في منطقة، خلصت الثمار، خلصت الأعشاب الخضراء، أضطر أتنقل من مكان للتاني. يبقى كانت حياته حياة ترحال، ما كانش عنده استقرار أو ثبات في مكان معين، أو حتى مصدر دخل أو مصدر رزق من حاجة معينة، لأنه كان صياد، يا إما بيصطاد حيوانات، يا إما الحيوانات هي اللي بتصطاده، يا إما بيعتمد على الثمار اللي موجودة في الأشجار الخضراء، سواء إذا كانت ثمار نباتات أو حوادق أو حشائش من على الأرض، كان بيعتمد عليها إنها تكون غذاء. طيب، المصري القديم حب يخرج بره البوتقة دي، وإنه يخرج بره سيطرة الطبيعة، فبدأ يخرج من تحت قواعد الطبيعة ويبني لنفسه قواعد تانية. إيه هي القواعد التانية؟ إن أول حاجة بعد عن الهضاب والتلال وبدأ ينزل عند وادي النيل، وبدأ يفكر في عملية الاستقرار. وادي النيل لقى عنده المية العذبة، ولقى الأرض الصالحة للزراعة، ومن خلال الأرض الصالحة للزراعة بدأ يعمل عملية الزراعة وبدأ يزرع. ولما أبدأ أزرع، أنا مضطر إن أنا أفضل واستقر جنب الأرض اللي أنا بزرعها. فبدأ المصري القديم بدل ما كان عايش في الكهوف والأودية، بدأ يبني هو عند وادي النيل ويعمل عملية الإعمار والاستقرار. واحد جنب التاني بدأوا يعملوا مجتمعات صغيرة، والمجتمعات الصغيرة أصبحت قفور وقرى، والقرى أصبحت مركز، ومن المركز أصبحت نظام الإقليم أو المحافظة. وبعد ما وصل المرحلة دي، وصلنا بعد كده عملنا الإدارة الكاملة. والإدارة الكاملة اللي أصبحت عندي مملكتين، مملكة في الشمال ومملكة في الجنوب، وأصبح الإنسان له مصدر دخل ومصدر رزق في عملية الزراعة، وكذلك استئناس الحيوانات. وأصبح عنده برضه بيعمل علاقات سياسية داخلية وخارجية، وأصبح عنده حكومة مركزية. فبالتالي المصري القديم من خلال قاعدة التحدي والاستجابة أنه تحدى قواعد الطبيعة وخرج من تحت سيطرة الطبيعة عليه، وأصبح يطغى على الطبيعة ويسيطر على الطبيعة من كل ما أوتيه من قوة. سيطر على الحيوانات واستأنسها، بدأ يزرع الأرض وخليها مصدر رزق، بدأ يبني مجتمعات، وأصبح عنده أقاليم، وأصبح عنده دولة، وأصبح عنده سياسة مركزية. فالمصري فعلا لما دخل حرب مع الطبيعة هو اللي كسب وقدر يسيطر على الطبيعة. ودي اللي اختلفت فيها كتير من الحضارات اللي كانت في عهده، انهم قعدوا فترة كبيرة جدا الطبيعة مسيطرة عليهم، لكن المصري هو اللي سبق وهو اللي استقر، وهو فعلا بقى أصبح صاحب أكبر حضارة على مستوى التاريخ وعلى مر التاريخ. والدليل اللي احنا شايفينه من القصور والمعابد والمقابر واللقى الأثرية والآثار والبعثات الأثرية، احنا عمالين نستخرج من خلالها الآثار المدفونة تحت الأرض. وإن كل حجر تحت أرض مصر بيحكي تاريخ ويحكي عظمة ويحكي نتيجة للحرب اللي دخلها المصري القديم مع الطبيعة، وسيطرته على الطبيعة، وسيطرته على آه، الطبيعة من كل ما أوتيه من قوة. وبدأ يعمل الدولة والحضارة المصرية القديمة اللي أصبحت لغز
على مستوى العالم، اللي الكل عمال بيفكر فيها وحاول يبحث عنها وصولا للحقيقة، وإن الحقيقة إن المصريين القدماء كانوا أعظم حضارة على مستوى التاريخ. السلام عليكم.